بتبدأ قصتنا بعيل اسمه جودة واللي بيكون بسم الله ما شاء الله بطول الزرافة ووزن الفيل وتقيل على الأرض بس خفيف على القلب. وبالرغم من إن شكله يخوف إلا إنه أطيب شخص في العالم وكل الناس بتحبه من كتر ما هو نيته صافية، لدرجة إن في حفل تخرج تالتة إعدادي أصحابه كانوا بيعيطوا عليه بالدموع لأنهم مش هيشوفوه تاني. وهو بيودعهم الوداع الأخير وبيجري بسرعة علشان يلحق البنت اللي بيكراش عليها ويعترف لها بالحب. ولما بيوصل بيكون الأوان فات لأن البنت دي بتبقى واقفة بتعترف بالحب لشاب وسيم جدا واسمه ماكي. وماكي من كتر ما هو وسيم يا معلم مش شايف قدامه أصلا وبيكره البنات وبيرفض اعتراف البنت دي، وبيطلع أصلا إن ماكي ده صاحب عمر جودة، وللأسف دايما قاطع رزقه في الحريم. وكل ما كان يعجب جودة ببنت بيلاقي تاني يوم بتعترف بالحب لماكي، وماكي بيقول لها امشي من وشي دلوقتي. وبالرغم من كل ده الا ان جودة بيحب ماكي جدا ومعتبر اخوه اللي ما جابتهوش امه. وبتعدي الايام وجودة وماكي بيبقوا في المدرسة الثانوي، واثناء ما هم مروحين بيلاحظوا ان في شاب منحرف قاعد يتحرش ببنت في المترو. وهنا طبعا ابو الرجولة كلها جودة اللي دمه حامي بيعمل من الراجل المنحرف ده بطاطس محمرة. والبنت طبعا بتبص على جودة وبتشكره انه انقذها، وجودة بيقع في الحب من اول نظرة وبياخد الراجل المتحرش الزنديق ده للشرطة، وهناك الراجل بينكر اي حاجة عملها وبيفضل يهق ويمق في الكلام لدرجة ان جودة مش بيقدر يمسك نفسه وبيديله بوكس بيجيب له ارتجاج في دماغه. وبسبب كده يا معلم جودة بيتفصل من المدرسة وبيقعد في البيت لفترة. وماكي بيجيب له المنهج كل يوم علشان يساعده لحد ما الحاجة ام جودة بتجري وتقول لجودة الحق ده في بنت جاية البيت وكمان عاوزاك في موضوعه، وبيطلع انها البنت اللي انقذها في المترو وبتعرفه بنفسها وان اسمها رينا وجايبة كيكة كعربون شكر على الموقف الرجولي اللي عمله معاها. وجودة مش بيصدق نفسه وبيطير من الفرحة، لكنه بيفتكر ان البنت جايه تشقط ماكي عادي زي باقي البنات فمش هيحط امل كبير، وبياكل الكيكه وهو ساكت والبنت بتمشي من البيت. بس فجأة جودة بيلاقي تليفون غريب في بيته بيرن، وبيطلع ان البنت نسيت تليفونها عنده وبتتفق معاه انها تقابله في حديقة بكرة. وبالفعل ده اللي بيحصل، لكن بتبقى جاية برضه ومعاها شوية حلويات كعربون شكر ليه مرة تانية. وبرضه جودة بيبقى حاطط في دماغه انها بتشقط ماكي، لا وكمان عامل نفسه جدع وبيقرر انه يساعدها في انها تشقطه علشان هي بنت غلبانة. وفي نهاية اليوم جودة بيبقى مروح بيته فبيلاقي ان رينا بتجري وراه وتقطع نفسها، وكل ده بس علشان تطلب منه بريد الالكتروني، وده علشان تتواصل معاه وهو بيعمل كده فعلا. والبنت بتموت من الفرحة، وبعد كل ده لسه الغبي فاكر انها بتحب ماكي وكمان عايزة تشقطه، وهو بيبقى عايز يساعدها في ده وخلاص. وفي اليوم اللي بعده جودة بيلاقي ان رينا بتصبح عليه في رسالة وبتقعد تكتب له كلام تشجيع، وهو بيعمل فيها الراجل الشهم انه لازم يستعجل ويخلي الاستاذ ماكي يقع في حبها بسرعة. وعلشان كده اصلا بيدرك ان عمره هو وماكي ما جابوا سيرة النسوان قبل كده، فبيروح لماكي البيت وبيقرر انه ياخده المكان بعيد علشان بس يسأله هو ليه مش مرتبط لحد دلوقتي. وده مع انه وسيم والبنات كلها هتموت عليه وايه هو نوع البنات المفضل بالنسبة له. وبعد ما عمنا ماكي بيعرف جودة انه بيحب البنات الرياضية، وهو اصلا هبد اي حاجة وخلاص علشان يخلص من زن جودة. اما جودة فبيلاقي رينا بعتله رسالة بتعزمه فيها بكرة انه يجوا الحديقة علشان تدوقوا كيكة جديدة هي عملتها. وجودة بيوافق وبيروح زي البهيمة ياخد ماكي معاه تاني يوم الحديقة، وبيقعد يزلط في الكيكة هو وماكي أصلا. فماكي بيقرر إنه يروح يشتري شوية مشاريب، وهنا رينا وجودة بيقعدوا وحدهم، وجودة بيعمل نفسه شغال يوعي ويفهم رينا وبيفضل يحكي لها قصة حياة ماكي وإزاي إنه طفل عظيم من وهو صغير وإيه الصفات اللي بتجذبه في البنت، ورينا مش بتبقى مهتمة بربع جنيه بصراحة. ومع ذلك هو غبي وشايف إن رينا بتحب ماكي برضه. وماكي بيجي يا معلم وبيخلصوا اليوم ده وبيبقوا مروحين، بس جودة بيخلي ماكي يدي البريد الإلكتروني بتاعه غصب عنه لرينا. وقال ايه يعني بيقربهم من بعض، ورينا بتسيبهم وبتمشي، لكن فجأة حتة حدة عملاقة بتبقى هتقع من الدور الخامس على راس رينا. وجودة أول ما بيشوف كده بيجري علشان ينقذها بسرعة وبيشيل الحديد، بينما ماكي بيلحق رينا، وجودة خلاص بيبقى مش مستحمل والحديد هتموته خلاص، لكن بسرعة ماكي بيلحق يشيل الحديد وكمان رينا بالرغم من ضعفها. ورينا أول ما بتشوف إن جودة اتصاب بتتخض وبتجري بسرعة تضمد له جروحه وبتشكره علشان هو دايما بينقذها. وجودة خلاص ما بقاش قادر يستحمل من كتر ما هو غرقان في حبها لدرجة بيمشي وبيتطوح في الشارع. ولما بيروح البيت بيلاقي رسالة من رينا بتقوله فيها انها هتخبز ليه كيكة وعايزاه تقابلها بكرة بس بشرط ما يجيبش حد معاه. وجودة بيوافق وبيفتكر انها عايزة منه خدمة بس من غير ما ماكي يعرف، وبيروح فعلا يقابلها في الحديقة وهي بتبقى لابسة اشيك حاجة عندها علشان تعجبه، وهو حرفيا قلبه بينط من صدره اول ما بيشوفها. ورينا بتبقى جايبه له نوع جديد من الكيكة ومستنية رأيه فيها، وبتبقى كل شوية عايزة تقوله حاجة بس مكسوفة منه. وبتطلع الشاي وبتعرفه انها جابت مشروب علشان افتكرت لما ماكي جاب لهم مشروب وكده، وطبعا جودة بيسمع سيرة ماكي وبيفضل يمدح فيه قدامها وبياخدوا محتوى، فبتقوم رينا مقموصة وبتفضل تعيط وبتسيبه وبتمشي.
وجودة بكل غضب خلقه ربنا بيروح لبيت ماكي علشان يمسح بالبلاط ويسأله هو زعل رينا ليه، وايه اللي بيخليها تتقمص وتبكي كل ما تسمع سيرته. وماكي بيعرف جودة الغبي ان رينا في الحقيقة معجبة بيه هو. اما جودة فمش بيصدق كلام زي ده بربع جنيه، حتى بعد ما ماكي بيحلف ان رينا هي اللي قالت له بعضمة لسانها، وانه طول الفترة اللي فاتت ما كانش بيوعد بنات علشان كلهم كانوا بيتكلموا على جودة بالسوء من ورا ظهره، وهو مش بيحب يوعد حد بيشتم صاحبه. وجودة بيعيط وبيحضن ماكي وبيقول له انت ابو الرجاله، بس ام ماكي بتقطع عليهم المحادثه وبتعرفه ان بنت اسمها رينا عايزه تقابله دلوقتي. وجودة بيستخبى بسرعه تحت السرير، ورينا بتيجي لعند ماكي وبتعيط وتقول له انها بوظت الدنيا وعيطت قدام جودة، وتلاقيه دلوقتي زعلان منها. وبتفضل تحكي في قد ايه هي بتحب جودة ومعجبة بيه، وماكي بيخليها تكرر كلامها ده 3 4 مرات كده. بعدها بيطلب من جودة انه يطلع من تحت السرير، وبيطلع فعلا في مشهد درامي كأنه العملاق المهاجم وهو شايل الصخرة اللي بيسد بها سور ماريا. وفي النهاية رينا وجودة بيعترفوا لبعض بالحب قدام بعض، وبيبدأوا يتوعدوا رسميا، وبقى ماكي هو اللي وفق راسين في الحلال. بس دي مش نهاية القصة يا صاحبي، دي لسه يا دوبك البداية. وبيجي فصل الربيع، فصل الرومانسية، وبيبقى أول ربيع لجودة وهو مرتبط بقى وبيعيش الحياة الصح، وبيقضيها خروجات مع حبيبته رينا. وفي يوم وهم خارجين رينا بيجيلها اتصال من صاحبتها وبتعرف جودة إن أصحابها كلهم عايزين يخرجوا في ديت جماعي، وهو فرصة الشباب والبنات يتعرفوا على بعض. وجودة بيوافق وبيروح يقول لأصحابه، والماكي طبعا اللي بيخليه يروح معاه بالغصب. وبيجي يوم الديت الجماعة، وأصحاب رينا بيبقوا مستنيين يعرفوا مين الشاب اللي واقف قدامهم ده وهو حبيب رينا، لحد ما رينا بتصدمهم إن الغول اللي قدامها ده هو حبيبها. وكلهم بياخدوا الصدمة، لكن تركيزهم كلهم بيبقوا على الوسيم فشخ ماكي، وكلهم بيفعلوا مود السيمب عليه. وكل ما يعطس ولا يكح يقعوا في حبه أكتر وأكتر، وبيقعد في المطعم والدنيا بتبقى فل لحد ما بنتين من أصحاب رينا بيقوموا رايحين الحمام، لكنهم بيطولوا جدا. ورينا وجودة بيروحوا يشوفوهم اتأخروا ليه، فبيلاقيهم قاعدين ينموا عليهم ويقولوا على رينا متخلفة عقلنا علشان بتوعد العجل ده. وكمان شايفوا ان وسيم ورينا بتظهر في وشهم وبتزعق فيهم وبتجري بره المطعم وهي بتعيط ومنهارة، وجودة بيجري وراها وبيوقفها. ورينا بتفضل تعتذر لجودة على قلة الأدب بتاعت أصحابها دي، وإن أكيد مشاعره اتجرحت، بس عمنا جودة خلاص جلده نشف ومتعود على الكلام ده، فمش بيبقى عنده مشكلة وبيطيب بخاطر رينا. وبيرجعوا المطعم، لكن بيلاقي إن المطعم الحمد لله ولع حرفيا، والناس كلها خرجت منه ما عدا البنتين اللي كانوا جايبين سيرته بالسوق. وجودة طبعا الراجل الشهم بيخش في نص الحريق وينقذ واحدة بسرعة، وبيرجع علشان ينقذ البنت التانية، لكن المبنى بينهار والبنت بتخرج من المطعم سليمة، وبتعرف الكل بره ان جودة وقع على الحيطة، وجودة اصلا بيبقى خلاص مستسلم للموت. بس عمنا ماكي بيدوله رن على التليفون ويقوله لا قوم يا روح امك، ده رينا عايزة تخش النار بسببك، وانا مش هعرف اعيش من غيرك يا صاحبي. والكلام ده بيخلي جودة يكسب طاقة وقوة الصداقة والحب والكلام العبيط ده، وفجأة بيروح ينط من الشباك بتاع المطعم بالدور التالت، وسبحان الله بينزل حي ورينا بتترمى في حضنه، بينما ماكي بيبقى قاعد يطف فيه اصلا، وده لانه بيولع. واصحاب رينا بيعتذروا ليه، وبعد ما كانوا شايفينه عجل ومخيف دلوقتي بقوا شايفينه بطل، لا وكمان كلهم اكراشوا عليه. وبينتهي اليوم الاسود ده اخرا بعودة جودة لبيته وهو مولع يا معلم. بينما عمنا ماكي الوسيم بيرجع بيته وبيلاقي ان اخته الكبيره سوسو رجعت من السفر، وبتسلم عليه وبتديله هديه، وبتساله ايه اخبار صاحبك العجل جوده. وماكي بيعرفها ان جوده كان في ديت مع حبيبته. وطبعا سوسو بتحس ان في جرد الميه اتكب عليها، واول ما بتعرف ان جوده بقى عنده حبيبه وبتفضل تزعق زي المجنونه، وانه ازاي اصلا حد يحب العجل جوده ده من الاساس، ده شكله يخوف وكلام من ده. وفي الاخر بينهار وبتعيط على الارض، وماكي بتصدم اخوها انها اصلا معجبه بجوده طول السنين اللي فاتت. وعلشان كده تاني يوم بيبقى جوده رايح الحديقه كالعاده علشان يقابل المزه بتاعته، وبيبقى مخلي ماكي معاه دايما غصبا عن ميتين امه، لكن بيتصدم بوجود سوسو هناك، واللي بتسلم على رينا بكل قرف وبتقعد معاهم بقى في الديت. ورينا بتوريه البسكوت اللي خبزته جديد، واللي لما سوسو بتاكله بتطفه في الارض وما بيعجبهاش، ورينا بتتخض وبتفتكر انها غلطت، وبدل ما تحط العجينه سكر حطت ملح وبتلم منهم البسكوت. بس عمنا جوده الشهم بيقرر انه ياكل البسكوت المالح ده، وبيقول تسلم ايدك يا ست رينا. وهنا سوسو طبعا نارها بتقيد، بس رينا بتبقى عايزه تقول حاجه لجوده طول اليوم، وكل شويه ترجع في كلامها برضه. وخلاص الديت ده بيخلص، وجوده بيحس ان في حاجه رينا عايزه تقولها ليه ومش عارفه، وهو غبي في حوار البنات ده، وبيبقى عايز يفهم هو في ايه. فبيروح المكتبه يدور على كتب فهم عقليه البنات، وهناك بيلاقي سوسو برضه، فبيشرح لها اللي حصل وهي بتدس السم في العسل، وبتقول له ما يمكن تخونك او بتحبك مصلحه، وبتصدم من رد جوده. وده لما بيقول لها انه مش مهتم لو طلعت بتخونه، المهم يفهم هي عايزه ايه في اللحظه دي. وسوسو بتفقد الامل وبتعرض عليه المساعده، وانها تكلم رينا بنفسها علشان تفهم هي مخبيه عنه ايه. وبالفعل سوسو بتروح المدرسة بتاعت أخوها في اليوم اللي بعده، وبتطلب منه إنه يسيب الحصص ويجي لعندها بسرعة. وبيجروا على المدرسة الثانوي بتاعت البنات اللي جنبهم، وياخدوا رينا من أفعال الحديقة ويسألوها هو في إيه بالظبط، ويا ترى مخبية إيه بالظبط على جودة. وفجأة رينا بتنهار من العياط،
وبتعترف ليهم انها مش شخص كويس ومخادعة وغشاشة في الحقيقة، وانها مش بالطيبة والنقاء اللي جودة فاكرها بيها دي، لان جودة قايل لها قبل كده انه مش ناوي يمسك ايدها حتى، وانه محترم مساحتها الشخصية ومفيش اي تلامس غير بعد الجواز، بس هي منحرفة، وان نفسها تحضنه وتمسك ايده بس هي مكسوفة تقوله كده لحسن تنزل من نظره ويسيبها خالص. وسوسو بيجيلها مرض الهسهس وهي واقفة وبتبقى عايزة تغور في 60 داهية بعد الضحك اللي سمعته ده، وبتروح تطمن رينا ان مفيش حاجة من العبط ده هتحصل، وان عمنا جودة قلبه كبير وبيحبها زي ما هي بتحبه بالظبط. ورينا بتقتنع بكلامهم وبتروح على بيت جودة تقول له على كل حاجة، بس الأول بتقع على وشها وقعة محترمة بشكل عين سوسو رشقت تقريبا كده، هي اديتها الولعانة. وماكي واخته بيكونوا خلاص رايحين البيت، بس في طريقهم بيقابلوا جودة وهو متشعلق فوق شجرة وبيحاول ينقذ قطة، بس هو بيقطع لهم الخلف بالغلط وبيقول لهم ان رينا راحت بيته دلوقتي وهي بتعيط، وهو اول ما بيسمع كده بيجري بسرعه لدرجه انه بيسبق واحد سايق عجله علشان يوصل للحب رينا، وبيقابلها في الطريق ورينا بتفرح اول ما بتشوفه، وعلى طول بتقرر انها تعترف ليه كونها زندقه وعايزه تمسك ايده وعايزه تحضنه، وجودها بيستغرب من كلامها ده، لكنه بيمسك ايدها كانها عيله صغيره وبيفضل ماشي بيها زي المتخلفين علشان بس يرضيها. واثناء ما هما ماشيين مع بعض رينا كمان بتعترف ليه انها يوم ما جت البيت عنده اول مره ما نسيتش التليفون ولا حاجه، هي بس سابته في البيت عنده، وده بس علشان تتحجج وتقابله تاني يوم. يا فجره. وجوده اصلا بيفرح لما بيسمع الكلام ده وبيدرك انها عانت كتير علشان توصل له، وعلشان كده حبها في قلبه بيكتر اكتر واكتر، وخلاص بعدها بيطلب منها انها ما تخبيش عنه حاجه بعد كده، وبيكملوا حياتهم عادي والدنيا بتبقى زي الفل، لحد ما في يوم وهم طالعين من المدرسه بيلاقوا اتنين رجاله شحوطه لابسين لبس رياضه قتاليه، وبيكونوا عاوزين جوده في موضوع وبيفتكروا انه هيتعارك معاهم ولا حاجه، لكن بيطلع ان شويه الرجاله دول اصحاب جوده من سنه تانية ثانوي، وعايزين منه انه يساعدهم في مباراه الجودو الجايه، وانها هتكون بعد شهر وهتحدد مصيرهم في انهم يتاهلوا لبطوله الجمهوريه. وعمنا جوده طبعا بيوافق يساعدهم، لكن ماكي بيرجع يفكروا ان كده طول الشهر هينشغل في التدريب ومش هيعرف يقابل المزه بتاعته رينا، لكن رينا بتطمنه ان ما عندهاش اي مشاكل، المهم انها تشوفه بطل في الجودو وخلاص. وخلاص عمنا جودو بيبدا تدريبه مع الرجاله، وبيروح بيته بالليل وبيلاقي رينا قاعده مستنياه قدام الباب وجايبه له اكل كمان، لكن الوقت بيبقى متاخر والكلاب ماليه الشوارع، ده غير ان الرجاله المجرمين ماليين الدنيا، فعلشان كده بيحذرها انها تيجي هنا تاني، وبياخد منها الاكل وبيوديها بسرعه بيتها، ورينا بتفهم غلط وبتفتكر وقتها انه مش طايقها او حاجه، لكنها بتستمر في كونها تبعت ليه رسائل تشجيعيه ودعم طول الفتره دي، وبتخبز شويه بسكوت وبتوديهم لعند ماكي، وبتوصي ماكي انه يودي البسكوت ده لجوده لانه قال لها ما تجيش تاني، وماكي بيفهم رينا ان جوده خايف عليها ومش قصده حاجه يعني، ورينا بتفرح والشهر بيعدي خلاص، وطول الشهر ده جوده ورينا ما كانوش شافوا بعض تماما. ويوم المباراة رينا بتيجي تحضر القتال بنفسها، وجودة بيكون مصمم انها تقعد في الصفوف الامامية، لحد ما بيجي المنافس بتاع جودة واللي بيكون عجل برضه هو كمان وشكله يخوف، ولما بيعرف ان جودة عنده حبيبة بيتريق عليه وبيقول له ان شغل الحبيبة والعشاء ده بتاع العيال الكتوموتو اللي زيك كده، ومش شغل رجال الجودو خالص. وجودة بيبقى مصمم يهزم العجل ده علشان يثبت ليه القوة بتيجي من الحب والكلام ده، صديق السنجل البائس اللي مش لاقي كلبة تعبرك. وجودة والشاب بيدخلوا في عركة عنيفة بتعمل زلزال بقوة 9 ريختر بيدمر بيها نص اليابان، وبينتهي القتال بفوز جودة بعد ما قلب الشاب على الأرض زي التريلا المقلوبة في نص الطريق العام. وبالفعل يا معلم بيقدر جودة يوصل فريقه لمباراة الجمهورية، ومن بعدها الدنيا بتبقى تمام لحد ما ماكي ما بقاش يجي ويحضر مع جودة للحديقة مع رينا زي كل مرة، وجودة بيوصل للحديقة وهناك رينا بتسأله هو عيد ميلاده امتى، وبيعرفها انه في شهر يناير، وهي كمان بتعرفه ان عيد ميلادها يوم 15 يوليو يعني بعد 10 ايام من النهاردة. وجودة بيتصدم، بس رينا مش بتطلب منه غير حاجة واحدة بس، وهو انه يقضي يوم عيد ميلادها كله معاها، وهو طبعا بيوافق، وبيجري على بيته وهناك بيلاقي امه جايبه له طلبات البيت وراكبه الاسانسير وبتعرفه انها حامل وهيجي له اخ عجل زيه كده، في اي حاجه هو حد بيفاجئ حد كده برضه. وطبعا جودة الغلبان بيروح تاني يوم يفرح رينا، وماكي بيعرفهم ان ست الكل حامل والكل بيفرح ليه، بس ماكي برضه بيسيبهم وبيمشي، وهنا الفار بيبتدي يلعب في عب جودة ومش بيبقى فاهم هو ماكي مخبي عليه ايه اصلا، فبيفضل لازق فيه في المدرسه ويساله ملك، وماكي بينكر ويقول له مفيش، وجودة مش بيحب يتقل او يغتت عليه، بس بيفتح معاه موضوع انه هيعمل ايه يوم عيد ميلاد رينا، وماكي بيساعده في انه يحط خطه كويسه لديت عظيم يوم عيد ميلادها. وبعدين بيفتكروا حاجه مهمه، وهي ان اصلا جودة ما جابش هديه ومش معاه فلوس من الاساس، وعلشان كده جودة بيقرر انه يروح يدور على شغلانه ويجيب منها فلوس علشان خاطر عيون المزه بتاعته. وبالفعل بيلاقي شغلانه جرسون في مطعم، وبيبدا اول يوم شغل ليه وبيعمل اداء عظمه، وبيروح البيت لامه يسال عليها،
وأمه بتعرفه إن الحاج أبو ماكي في المستشفى، وفي اللحظة دي جودة بيفهم هو ماكي ماله الأيام دي، وبيروح يخبط على بيت ماكي ويشتمه علشان ما قالهوش، وماكي بيشرح له إن أبوه عنده مرض في القلب وإنه محتاج يعمل عملية، والعملية دي موافقة يوم عيد ميلاد رينا بالظبط، ومحبش إنه ينكد عليه في أول ديت مع حبيبته. وجودة بيتعصب أكتر وبيفهمه إنه ماهوش رايح في حتة، وإن أكيد رينا هتتفهم، بس ماكي بيصر إنه ما يجيش المستشفى معاه، وانه يروح عادي مع حبيبته ويتفسح، لان مجيئه المستشفى مش هيزود ولا هيأخر حاجة، وجودة بيقرر انه يحترم قرار صاحبه وخلاص. وبيجي اليوم الموعود، وجودة بيروح يودع ماكي قبل ما يروح العملية بتاعة ابوه، وبيروح يا معلم يقابل المزة بتاعته بسرعة، وبياخدها في ديت عظيم لصالة البولينج، وبيقلب لها اراجوز حرفيا. ومن بعدها بيوديها المطعم حلويات فاخر، وبيكون عامل لها مفاجأة هناك وحفلة كبيرة، ورينا بتعيط من كتر الفرحة. وجودة بيفهمها انه كان مساعده في كل ده، وانه نصها افكاره، وبيفضل يتمشوا مع بعض في الحديقة، ورينا بتسأله عن ماكي. وجودة بيقف في نص الطريق وبيعرف رينا ان ماكي ابوه بيعمل عملية دلوقتي، وبيديها الجدول بتاع الخروجات اللي كان ناوي يخرجها معاها، وبيقول لها روحي اخرجي مع اصحابك وانا لازم اروح اقف جنب صاحبه، وبيديها هدية عيد ميلادها، وبيجري على المستشفى بسرعة. وهناك ماكي اول ما بيشوفه بيقول له انا كنت عارف انك هتيجي، وبيفضل يعيط على ابوه. وبعدها بحوالي ساعة الدكتور بيخرج، وبيقول لماكي على اخبار العملية، بس جودة بيمسك الدكتور كأنه لعبة في ايده، وبيقول له يا عم ما تنجز قول لنا العملية نجحت ولا لا. والدكتور بيطمنهم ان العملية نجحت فعلا، بس بعد ما بيجيله ارتجاج في المخ. وماكي بيفضل يضحك، واخته وامه بيجروا عليه بعد ما رجعوا من السفر، وبيعتذروا ليه انهم سابوه لوحده، وبيقولوا له يروح هو البيت. وبيطلع ماكي وجودة من المستشفى، بيلاقوا ان رينا مستنياهم في الاستقبال، وكمان معاه هدية للسيد الولد. وبيفضل بقى الاستاذ جودة ورينا يتغزلوا في بعض في نص المستشفى، وماكي اصلا مش بيبقى ناقص رومانسيه وتلزيق على الصبح، وبيقرف منهم اساسا. وطبعا جودا مش بيهون عليه عدى عيد ميلاد رينا كده متنكده، فبيروح معاها لديت تاني بس في الغابه كده، وبيكون ديت رومانسي والدنيا زي الفل، لحد ما بيجي صقر غتت كده بيمسك الجاكيت بتاع رينا اللي معلقه عليه الهديه اللي جودا جايبها لها في عيد ميلادها، وبيبقى عايز يطير بالجاكيت، ورينا حرفيا بتتعارك مع الصقر لحد ما بتوصل لمنحدر وبتقع من عليه، وعمنا جودا بيجري علشان ينقذها، بس بيقعوا من فوق الجبل هما الاتنين، وما شاء الله جودا بيكسر الصخرة وبينزل من على الجبل سليم. ايه يا عم جودا، هو امك كانت بتتوحم على حديد مسلح ولا ايه؟ ورينا وجودا بيلاقي نفسهم في حتة مهجورة من الغابة، والتليفون بيفصل إشارة وبيتوه حرفيا، وبيفضلوا يلفوا ويدوروا طول اليوم لحد ما الليل بيجي والدنيا بتتأخر، ورينا بتعيط، بس جودا بيطمنها انه طول ما هو موجود مفيش حاجة هتقدر تأذيها. وبيطلع عليهم خنزير بري في نص القعدة، والأستاذ جودا بيعمل منه ربع كيلو لانشون حرفيا. وفي الوقت ده اصحاب رينا بيبقوا عاملين قعدة بنات، والحاجة مورينا بترن عليها علشان تسألهم على بنتها، واصحابها بيعملوا نفسهم جدعان وانها معاهم، وهما في الحقيقة ما يعرفوش هي فين اساسا. وبيقفلوا مع امها وبيرنوا عليها، لكن بيلاقوا ان تليفونها مقفول اساسا، بينما الحاجة موجودة بتبقى حاطة في بطنها بطيخة صيف ان ابنها مفيش حاجة تقدر تأذيه اصلا. وبيجي الصبح اخيرا، ورينا وجودة بيكونوا قطعوا شوط طويل من المشي، وبيوصلوا لطريق عام، وبياخدوا اتوبيس يرجعهم للمدينة اخيرا. وهناك رينا بتلاقي رسالة من صحابها وبيشتموها فيها، وده لانهم مستنيينها بسرعة، فبتروح لهم البيت وهم بيفتكروا انها صايعة وزنديقة، وكانت سهرانة مع جودة لحد ما بتصدمهم انها كانت حرفيا بتموت في الغابة. بينما الاستاذ جودة بيروح لامه وبيقول لها صباح الخير يا حاجة، ما تقلقيش عليا ياما، وامه بترد عليه وتقول له حد يقلق على الجاموسة اللي قدامي دي. وبتعدي الايام وبيجي فصل الصيف واخر يوم في المدرسه، والكل بيتفق انهم يروحوا الشاطئ يعني، وانت متعود يا صديقي ان لازم ارك الشاطئ ده في اي انمي يجي. فالمهم شله اصحاب جوده بيبتدوها عوجان من اولها وزندقه، وبيبقوا مستنيين يروحوا الشاطئ بفارغ الصبر، وده علشان يبصبصوا على النسوان الموجوده، بس جوده طول ما هو موجود مفيش حاجه من دي هتحصل. ورينا بتروح مع صاحبتها علشان يجيبوا لبس سباحه مناسب، ورينا بتبقى مش عارفه اصلا تقرر هتجيب ايه، وان اصحابها بيتريقوا عليها علشان بتحاول تعجب جودزيلا اللي معاها ده، وتلاقي انه اصلا هيروح البحر بمايو المدرسه. وبيروح جودا يجهز كل حاجه وبيستعد، بس بيبقى وش فقر علشان الدنيا بتمطر وبتقوم عواصف. وتاني يوم على طول سبحان الله بيبقى الجو مشمس والدنيا عظمه، ورحله الشاطئ بتتم، وهناك الكل بينزل يبلبط وبيخربوها لحد ما البنات بتيجي، ورينا بتروح لعند جودا اللي شبه البيج رامي. ورحلة الشاطئ دي بتبقى حرفيا نقطة سودا في قصة الحب بتاعت رينا، وده لأنهم حرفيا مش بيعرفوا يتكلموا كلمتين على بعض، وكل واحد منهم مكسوف من التاني لسبب ما، لدرجة ان كل ما تحاول تلفت نظره ولا تتكلم معاه بتتكسف وبتعتذر منه وبتجري وبتسيبه، وهو بيجري وراها وبيلاقيها قاعدة لوحدها على الشاطئ حزينة، فبيقول لها لأول مرة انه بيحبها في وشها، ورينا شوية وتنتحر من الفرحة وبتقول له انا كمان، وبتنتهي الرحلة الفقرية دي على خير. وبيرجعوا تاني للدراسة خلاص بعد اجازة صيفية طويلة، والشلة بيتفقوا انهم يروحوا يتزلجوا على الجليد، وعمنا جودا بياخد اصحابه كلهم وبيخرجوا مع اصحاب رينا، وهناك جودا بيتحول لبطل اولمبي تقريبا.
مع انه اول مرة في حياته يشوف تلج، وماكي بيخاف يقوله انه حس انه شايف قنبلة ذرية قدامه. وبيخلصوا الفسحة دي، ورينا وجودة بيبقوا مروحين مع بعض، بس رينا فجأة بتسأل جودة عن مستقبله معاها، ويا ترى ناوي يدخل جامعة ايه، وانها حاطة جامعة فوجي هدف ليها، وبتتمنى انها تروح مع نفس الجامعة علشان يقابلوا بعض. وجودة بيحط ده في دماغه وبيجري على ماكي ويقوله انه عايز يدخل جامعة فوجي دي، وماكي بيقوله مستحيل تدخلها، وده لانها مش من مستواه الدراسي، لان مستواه تحت الانقاض زي احدهم كده يا صديقي. بس جودة بيبقى مصمم يذاكر ويدخل الجامعة دي علشان خاطر عيون حبيبته، وبيعمل معسكر مذاكرة مع ماكي. بس رينا بتجيله تزوره في بيته وبتديله حلويات وتعرفه انه مش لازم يضغط على نفسه علشانها، بينما الحاجة موجودة بتسأله هي مين دي، وهو بيعرفها ان دي حبيبته، وامه بيجيلها صدمة وبتروح بسرعة تجيب افخر انواع الشاي وبتقدمه ليها في طقم الفنجان بتاع النشا اللي عمره ما طلع. لحد ما رينا بتمشي من البيت بدري وبتوعد جودة وامه انها هتجيلهم بكرة من بدري. وام جودة بتروح تقول لابو جودة ان جودة بقى عنده حبيبة، ودي حاجة ما كانوش يتخيلوها حتى. وبسبب كده الحاجة ام جودة بتصحى من الفجر تنظف البيت، حتى الحيطان وكل حاجة من البيت بتتغير وبتتشقلب، وابوه وامه بيلبسوا اشيك حاجة عندهم وبيستقبلوا رينا. وكل ما رينا وجودة بيحاولوا يذاكروا مع بعض، بيلاقي الحاجة او الحاجة طبين عليهم، لحد ما جودة بيتعصب وبيروح يذاكر في بيت ماكي. وبيفضلوا على الحال ده شهرين لحد ما بتيجي امتحانات قبول الكلية، وجودة ورينا بيمتحنوا، وبعد أسبوع بتظهر النتيجة. وجودة بيجيب كحك العيد حرفيا وبيبقى زعلان، ورينا بتطيب بخاطره وتعرفوا إنها جابت كحك العيد هي كمان، وإنها هتروح جامعة تانية، وإن كده كده مش زعلانة إنها هتسقط في امتحان جامعة فوجي لأنها جامعة نسائية بس. وجودة بيسمع ده وبياخد الصدمة وبيروح يشقلب ماكي اللي فضل يضحك عليه طول الفترة اللي فاتت علشان يذاكر ويجتهد علشان جامعة للنسوان بس في الآخر. وبيجي فصل الخريف وبنشوف جودة ورينا وماكي والثلاثي المرح دول خارجين مع بعض، بس بيبقى في حاجة غريبة لأن جودة ورينا كل شوية شغالين يسألوا ماكي انت مبسوط ولا لا، وبيبقوا لازقين في لزقة سواد. والواد يعني ما بيبقاش فاهم ايه اللي بيحصل ده، لحد ما بيلاقيهم جايبين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وهو بيتصدم اساسا ان النهارده عيد ميلاده، ومش بيعرف حتى يداري رياكشن الصدمة بتاعه. وتاني يوم ماكي ورينا بيروحوا يزوروا جودة في الشغل بتاعه، وجودة بيوجب معاهم وبيحلف ان المشاريب على حسابه، الا وفجأة بيجي عيل وسيم كده بس شكله نطع وغلس وبيلزق في ماكي ويقول له انت لو فكر نفسك هتفوز يبقى عندها يالا، ايه البنت دي بتاعتي يا معلم. وماكي بيقول له انا هنا يا معلم، انا مش جودة انا ماكي اصلا. وهنا الولا بيتصدم وبيقول له امال فين جودة ده، وجودة بيظهر من ورا زي العفريت وبيقول له انا جودة يا معلم، ليك شوق في حاجة ولا ايه. وبتظهر سوسو اخت ماكي في ثانية وبتمسك الولد ده من قفاه وبتمشي بيه، وبيطلع الواد ده معجب بسوسو اصلا، وكان جاي يعمل نمرة على جودة وعلشان عارف ان سوسو بتحبه. وسوسو بتمسح البلاط بالواد ده واللي بيكون اسمه دودو، ايوه يا صديق اسمه دودو والله زي ما سمعت كده. وبالليل جودة بيبقى عايز يفرح رينا وياخدها مدينة الملاهي وبيتصل بيها علشان يعزمها، وهي بتبقى فرحانة ومبسوطة بس بترجع في كلامها وتقول له لا خلاص، وجودة بيستغرب رد فعلها ده، فبيروح للمستشار الاجتماعي بتاع ماكي وبيسأله يعمل ايه في الحوار ده، لكن سوسو بتبقى موجودة معاه، ولما بيفتح الحوار قدامها بتقترح عليه انها تكلم رينا بنفسها ولا علشان تفهم منها ايه السبب. وفي اليوم اللي بعده هي ورينا وجودة وماكي بيروحوا المطعم، وهناك سوسو بتسأل رينا في وشها انت ليه مش عايزة تروحي مع جودة، ووقتها دودو بيطلع من تحت الارض ليهم وبيقول لهم تلاقيها خايفة من نحس مدينة الملاهي علشان لما المرتبطين بيروحوا هناك بينفصلوا تاني يوم. ورينا بتأكد ان الكلام ده صح، وعلشان كده دودو بيقترح انهم يروحوا كلهم مدينة الملاهي، وبكده النحس مش هيسيبهم كلهم والكل بيوافق، بس سوسو بتبقى عاوزة تفلقوا نصين. وبالليل جودة بيبقى معدي في الشارع وبيلاقي دودو في نص الليالي في الشارع، فبيروح يسأله ايه اللي مقعدك هنا يالا، ودودو بيكون فاكره ملك الموت دخل عليه ولا حاجة، بعدها بيجاوبه وبيقول انا مش لاقي ولا فندق ابات فيه، فبيقترح على جودة انه يبات في بيته النهارده. وطبعا دودة ده بيوافق، وتاني يوم الصبح بيستعدوا يروحوا للملاهي، وسوسو بتتجنن لما بتشوف حبيبها طالع من بيت جودة وبيقرب من ودانها ويقول لها انه ناوي يفصل رينا عن جودة، وفي الوقت ده هي بتستغل الفرصة وتقول له حقيقة مشاعرها. وسوسو بتتجنن من مجرد الفكرة، بس بتعمل حسابها طول الرحلة ان مفيش ولا حاجة من دي هتحصل، وبتفضل لازقة في الكل علشان دودو ما ينفذش خطته. بس على مين يا معلم، ده دودو السوسة. ودودو بيروح يعمل حركة نجسة وبيقوم ده لاقي السندوتش على سوسو، وسوسو بتروح تغسل هدومها، فبيقوم دودو واخد ماكي ورينا وبيقول لجودة خليك هنا انا هروح اجيب فشار معاهم واجي. وجودة العبيط بيسمع كلامه، ودودة بياخد الاتنين يلف بيهم مدينة الملاهي كلها، وده علشان سوسو ترجع تلاقي جودة لوحدها وبس. وده اللي بيحصل فعليا، ودودة بيبعت رسالة لسوسو وبيقول لها خد راحتك بقى واعترفي بالحب ليه، وسوسو مش بترضى تعمل كده اصلا. وفي الوقت ده دودو بيفضل يلفف رينا وماكي السبع بحر حرفيا ويقنعهم ان طول ما كل الوقت اتاخر وسوسو وجودة بيحاولوا يدوروا عليهم، فوقتها هيقدروا يركبوا اغلب الالعاب قبل ما يلاقوهم اساسا.
وسوسو خلاص بيبقى فاضل لها تكه وتعترف فعليا بمشاعرها لجوده، لكن خلاص بتقرر ترجع في كلامها وبتزعق فيه وتقول له روح دور على حبيبتك بسرعه. وعلى اخر الليل بيدرك فعلا انها ما كلمتهوش، فبيخاف عليها وبيبتدي يدور عليها فعلا، وبيلاقيها وهي واقفه وبتعرفه ان عمرها ما هتقول لجوده انها بتحبه في الحقيقه وانها عايزاه يشوفها اخته الكبيره. وهنا طبعا قصدنا على سوسو. وبيرجعوا خلاص للدراسة والمدرسة والقرف مرة تانية، وهناك بيحصل المهرجان الرياضي السنوي في المدرسة، وبياخدوا جودة يخلوه يشارك في سباق الجري مع شلة من 4 في المدرسة، والتدريب بيبقى ماشي تمام لحد ما بنت من المشاركين بتقع ورجليها بتتكسر ومش بتقدر تشارك، وعلشان كده بيضطروا انهم يستبدلوها ببنت تانية اسمها ميرا. لكن ميرا للأسف بطيئة جدا ومش بتعرف تجري عدل، ومحدش أصلا موجود يشارك غيرها، والكل بيبقى قرفان منها ونفسيتها بتتعب، فبيجي يوم وبتغيب من التدريب بحجة إن بطنها وجعاها. وفي نفس اليوم ده جودة بيقفشها وهي ماشية في الشارع ومعاها كريب بطاطس جامبو، وبيقول لها باين عليكي كده بطنك خفت وبرضه هربانة من التدريب. والبنت وشها بيقلب ألوان وبتفهم وقتها إنه عارف إنها بتكذب أساسا، وبتروح تفهمه إنها زعلانة علشان بطيئة ومعطلة شغل الفرقة، وهو بيطيب بخاطرها ويكملوا في طريقهم. لكن فجأة بينادها وبيفضل يجري وراها، والبنت ميرا أول ما بتشوف العجل جودة بيجري وراها بتقطع الخلف حرفيا، وبتجري بأسرع ما عندها علشان تنجو بحياتها، بس بيطلع إنها ناسية منديل على الأرض، وهو بيرجعه لها وبيقول لها ما انت سريعة. هو بيقترح فكرة إنه في التدريب يفضل يجري وراها كده وهي تجري منه من كتر الخوف، وبالطريقة دي هي هتبقى أسرع. وميرا بتوافق، وبالفعل ده اللي بيحصل، وبيفضلوا على الحال ده كذا يوم، ولحد ما المهرجان الرياضي بيجي وقت مسابقة الجري، والدنيا بتبقى ماشية كويس لحد ما ميرا بتقع على الأرض في نص السباق، وجودة بيستناها ويشجعها لحد ما بتقوم وتوصل لنص مكانها، وجودة بيكمل في حصته من السباق وبيفوز بالمركز الأول. ومن ساعتها وميرا بتعجب بجودة وبتحس إنه قدوة، وبتقرر إنها تروح تديله هدية، وبتفضل تراقبه لحد ما بتشوفه قاعد مستني رينا في مكانه، وبتطلع في نفس الوقت اللي رينا بتيجي فيه، وبتديله هدية كعربان شكر لأنه ساعدها، وبتمشي وتسيبه. وهنا رينا بتموت من الغيرة حرفيا، لكنها بتديله منديل يعلقه على تليفونه علشان يبقى عندهم نفس الميدالية مع بعض. وتاني يوم جودا بيوري الميدالية دي لميرا، وميرا بتتغاظ وبتقعد تقول له ان دي عفانة من رينا. وهنا جودا بيتقمص وبيمشي، وميرا بتفضل تجري وراه لكنها بتتكعبل على السلم، وجودا بينقذها في نفس الوقت وبيقترح انه يوصلها لبيتها. لكن ماكي بيجي وبيقترح ان هو اللي يوصل ميرا المنحرفة، وبتبقى عايزة جودا هو اللي يوصلها، لا ده كمان عاوزاه يشيلها وهو ماشي. ورينا بتبقى واقفة قدام المدرسة مستنية جودا، وبتاخد الصدمة لما بتشوفه شايل ميرا على كتفه، وهو بيقول لها ان ميرا اتصابت في رجليها بسببه وهيوديها البيت بسرعة ويجيلها. ورينا بتعمل نفسها ما عندهاش مشكلة، وبتقعد تستنى لكنها بتغلي من جواها من كتر الغيرة يا معلم. وجودا بيرجع لها تاني، وفي كل مرة بتشوف ابتسامة جودا الهبلة ليها بتطمن انه مش بيحب حد غيرها اساسا، لكنها بتشك ان ميرا معجبة بجودا وشكها في محله، لانها وهي رايحة تقابل جودا تاني يوم بيلاقيها واقف مع ميرا لوحدهم، وبتكون بتعترف لانها بتحبه كراجل قدوة، وبتطلب منه انها تسميه مستر جودا، وهو عبط وهبل وبيقول لها موافق. ورينا بيغمى عليها لانها بتفتكر ان ميرا دي حاطة عينها على جودا وعايزة تشقطه لنفسها، ومع ذلك برضه رينا بيبقى عندها شوية قلق وخوف من ميرا دي. وبتعدي الأيام ورينا بتبعت رسالة لجودة في المدرسة إن الجامعة اللي عايزين يروحوها هتعمل مهرجان، وبتقترح عليه إنهم يروحوا، وطبعا جودة بيوافق. وميرا طبعا بتعرف إن جودة هيروح نفس الجامعة دي، فبتقرر تبقى راشقة فيها وعايزة تروح المهرجان هي كمان، وبالفعل بتلزق في زي لزقة الفيران وبتروح المهرجان معاه هو ورينا وماكي، وبيشتروا من هناك شوية أكل وبيقعدوا علشان ياكلوا. بعدها ماكي بيروح يكمل شوية أوراق هو وجودة، وبيسيبوا رينا وميرا مع بعض. ورينا بتمسك في ميرا وبتسألها ايه اللي لفت نظرها في جودة، وميرا بتفضل تحكي لها حوار ان جودة هو الوحيد اللي دربها وكمان شجعها على المهرجان الرياضي بتاع المدرسة، ومن ساعتها وهي معتبرة راجل قدوة وكده، وبتقرر انها تفهمها وخلاص. وبيرجع ماكي وجودة للحديث، وماكي بيبقى مركز مع ميرا قوي، حتى انه لما بيروح المدرسة بيمسكها وبيقول لها يا ترى حبيت الشخص كقدوة او كحبيب. وميرا بتفهم ان ماكي عارف انها بتستهبل، وبتعترف لانها بتحب جودة بجد يا معلم، وبتطلب منه انه ما يقولش ليه. وماكي بيحلف انه مش هيقول حاجة، لكنه بيبقى قلقان عليها لان ده عبء كبير فوق طاقتها، وبيفضل مراقبها طول الوقت لحد ما بيجي في يوم وميرا بتستنى انتهاء الدوام الدراسي وبتروح فصل جودة، وبتعترف لانها في الحياة بتحبه بجد ومش قد الكلام العبيط اللي هي قالته ده. وجودة بيقف وبيعتذر ليها، وكمان بيرفضها لانه مش بيحب حد غير رينا، وميرا بتبقى مقدرة ده وعارفة ده كمان. بس في ثانيتها بتيجي لحظة الإدراك لعمنا جودة، وبياخد بعضه وبيجري بسرعة على القطر السريع لرينا، وبيستناها قدام مدرستها، وده علشان يقول لها إن ميرا اعترفت له بالحب وهو رفضها، مش علشان هو مرتبط بالفعل ولا علشان خاطر عيون رينا، لا هو رفضها لأن مفيش حد في قلبه غير رينا أصلا، والقدر خلاص مقدرهم لبعض. ورينا بتعيط من الفرحة، بينما ميرا على الناحية التانية بتعيط من الكسفة، وماكي بيديها علبة المناديل بتاعة العربيات دي وبيوصيها عليها، وتفضل تكلم جودة كأن مفيش حاجة حصلت، بس هو ضخم وعجل بس قلبه رقيق.
وبتعدي الايام وخلاص العيد بيقرب، وجودة ورينا بيتفقوا انهم يجمعوا اصحابهم يوم العيد ويخرجوا خروجه مع بعض حلوه. وجودة بيبلغ اصحابه وبيجي واحد فيهم اسمه هارا وبيعرف جودة انه معجب ببنت اسمها نانا في شله رينا. وجودة بيفرح له وبيقول له ما تقلقش هظبطك، وفي نفس الوقت نانا بتروح لعند رينا وبتسالها اذا كان هارا جاي، وبتعرفها انهم خرجوا لوحدهم قبل كده ومسك ايديها كمان، ورينا بتقول لها ولا انا معاك يا ستي، ده معجب بيكي رسمي كده، بس نانا بتبقى عايزاه يقول لها بنفسه. وفي يوم العيد الشلتين بيخرجوا مع بعض، ومن بعد ما جودة ورينا بيتفقوا انهم يوافقوا راسين في الحلال، بيكون هارا ريد فلاج من اولها وبيبوظ كل حاجه وبيبقى سخيف قدام نانا من اول ما بيشوفها. وبعدها رينا بتعرف الكل ان النجمه اللي فوق شجره الزنا دي عليها مسابقه، وان اللي يعرف يتسلق الشجره دي ويجيب النجمه وكمان يديها للبنت اللي معجب بيها يتقبل على طول. وهارا بيفضل يضحك زي الغلس وبيقول هو من المتخلف اللي يعمل كده، وده تاني ريد فلاج لنانا. وبيفضل طول اليوم يتصرف تصرفات وقحة وسخيفة زي كده قدام نانا لحد ما هي شخصيا بتزهق منه وبتسيب القعدة كلها وبتمشي، ورينا بتجري وراها علشان تلحقها، لكن بيطلع قدامها 3 شباب بلطجية وبيحاولوا يعكسوهم، وهارا بيشوفهم وبدل ما يروح يسترجل ويساعدهم لا ده بيروح ينادي على جودة، وجودة طبعا بيروح يعجنهم، بس نانا بتزهق منه وبتشتمهم وبتسيبه. وهارا بيفضل يعيط زي النسوان، فبيقوم ماسكه جودة وعطله قلمان وبيقول له ما تسترجل يالا وخليك راجل كده. وبعد شويه رينا بتتصل بنانا وتقول لها الحقيقه هارو بيموت نفسه علشانك، ورينا بتجري المكان الخروجه بسرعه، وهناك بيلاقي هارو قاعد بيتسلق في الشجره علشان يجيب لها النجمه مخصوص، وقعد بيضحي بحياته علشانها، واخرا بيمسك النجمه لكنه بيقع من فوقه من على ارتفاع 30 متر، وخلاص الكل بيبقى مسلم انه هيموت خلاص. وإذ فجأة جودة بيمسكه وبينقذه عادي كأنه ماسك أرنب حرفيا. وهارا بيقدم النجمة لنانا وبيطلب منها إنها توعده وتخرج معاه في ديت، ونانا بتعيط وبتفرح وبتوافق برضه. وبعد أسبوع رينا وجودة بيبقوا في ديت، ورينا بتكون متحمسة جدا لأن عيد ميلاد جودة خلاص قرب، وموافق يوم واحد في السنة، وبتستأذنه إنها تقضي اليوم معاه وهو طبعا بيوافق. ورينا بالليل بتروح لعند بيت ماكي، وهناك سوسو كمان بتبقى موجودة وبتبقى عايزة تاخد رأيها في الكيكة اللي ناوية تعملها، وماكي بيقترح عليها انها تعمل نفس الكيكة اللي عملتها في اول يوم جيت في بيته، ورينا بتوافق طبعا على ده. وبيجي يوم عيد ميلاد جودة وبيخرجوا الاتنين مع بعض وبيرجعوا لعند بيت جودة، وهناك الست الوالدة بتعمل حركة جدعانة مع جودة وبتقول انا وبكره رايحين نشتري طلبات في حسبة 5-6 ساعات كده وهنسيب لكم البيت وماشيين. واخيرا رينا وجودة بيقعدوا لوحدهم، ولسه يا عيني رينا هتطلع الكيكه الا وجرس الباب بيرن، وكل اصحابه ومعارف جودة في الحضانه بيجوا وبيحتفلوا بعيد ميلاده وبيطولوا كمان في القعده. وبعد ما اخيرا بيمشوا رينا بتزغرط وبتدي لجودة هديه عيد ميلاده، وهي مجرد دبدوب صغير، الكلب ده عايز ديناصور مش دبدوب يا وليه. وبعدها بتوري له الكيكه اللي هي عملتها وبتطلب منه نغمض عينه ويتمنى امنيه، وهو بيعمل كده ورينا المنحرفه بتستغل الفرصه وبتقوم رازعه بوسه، وهو حرفيا اصلا مش بيلاحظ وبيفتح عينه وبيزلط الكيكه وخلاص. ورينا بتخلص الاحتفال وبتروح بيتها، وجودة بيروح لعند ماكي وبيحكي له اللي حصل النهارده، وبيعرفه انه وهو بيتمنى الامنيه حس ان في ناموسه قرصته في بقه منك لله يا اخي. وبعد كام يوم عمنا جودة بيروح بيته عادي الا ويلاقي الست الوالده وهي حامل في الشهر الاخير وقاعده بتمسح السقف بتاع البيت، فبيزعق فيها علشان ترتاح لصحتها وصحه الجنين. وامه بتسيب البيت وبتروح المستشفى علشان تكشف، وهناك بيقابل ست حامل زيها وبتتصاحب عليها لانهم حوامل في الشهر التاسع، وبترجع البيت حرفيا تتشقلب تاني لان ربنا مديها الصحه، وتاني يوم بتكمل وتخرج تعمل رياضه، بس جودة وابوه بيبقوا قلقانين عليها وعايزين يمشوا معاه، وهي اللي بترفض وبتروح تجري في الشارع، وهناك بتقابل نفس الست الحامل تاني وبتسلم عليها، بس الست بتتزحلق وبتكون هتقع من على السلم، والحاجه موجوده بتنقذها بسرعه لكن بتتخبط في بطنها وبترجع البيت تعمل نفسها كويسه، بس في الحقيقه هي بتفضل تتألم لدرجه ان لما جودة بيرجع من المدرسه بينهار لما بيشوفها مرميه على الارض، وهي بتقوله انها لازم تروح المستشفى بسرعه، وجودة من كتر التوتر بينزل الشارع يدور على تاكسي فمش بيلاقي، وماكي بيظهر قدامه وبيبقى الجنتلمان اللي بيعرفه يتصرف ازاي، وبيطلب اوبر بسرعه وبيوصل للحاجه بالمستشفى وبيدفع فلوس العربية كمان، وكل ده وجودة في مية البطيخ لأن أول مرة يشوف أمه منهارة كده، حتى لما أمه بتقول له روح البيت هات شنطتي مش بيعرف يعمل كده أساسا. وامه بتقعد في المستشفى يومين لحد ما بيجي يوم جودة بيكون رايح يزورها وهو ورينا وماكي عادي، فبيلاقيها حرفيا بتصرخ، فبيروح يشيلها حرفيا على كتفه ويوديها اوضه العمليات، وبعد بالظبط دقيقه وربع بتكون الحاجه ام جودة ولدت، وبتكون بنت يا معلم وزنها 5 كيلو وبتطلع عجله زي اخوها جودة بالظبط. وبعد شهرين بيجي شهر فبراير وخلاص يوم عيد الحب بيقرب، وعمنا جودة بيبقى متحمس لان دي خلاص اول سنه فيها بنت معاه، وكمان هياخد شوكولاته وخلاص هيبقى هيتشل من كتر الفرحه ومستني اليوم ده بفارغ الصبر. ورينا بتبقى قاعده في المدرسه ونانا بتتحايل عليها انها تعلمها ازاي تعمل شوكولاته علشان تدي لحبيبها هارا شوكولاته،
ما هي ولعانة معاها هي كمان وبتبقى مرتبطة برضه. بينما على الناحية التانية أصحاب جودة الكحيانين بيقعدوا يتحايلوا عليه يخرجوا معاه هو وشلة رينا يوم عيد الحب علشان هما مش لاقيين كلبة تعبرهم زي أحدهم كده بالظبط يا صديقي. ويوم الفالنتاين بقى بيجي وشلة الولاد والبنات بيخرجوا ورينا بتوزع شوكولاتة على كل اللي قاعدين وجودة بيبقى مستني منها الشوكولاتة برضه. وبيفضل زي العبيط متحمس ولازق زي الكلب في رينا علشان مستني الشوكولاتة وهي بتديله خازوق وبتروح بيتها. وهو من الزعل بيروح وبيخبط في عمود النور وهو ماشي، وطبعا ألف سلامة على عمود النور، نتمنى له الشفاء العاجل. وبيفضل يعيط في البيت وهو زعلان وقاعد مع أخته الصغيرة، وأمه بتمسح بالبلاطة على كتر الصياح ده. بعدها جودة بيدرك إن أصلا رنا عطته شوكولاتة في القعدة وهو ناسي، وبيبقى مصمم ينزل يشتري لها هدية، لكن بيفتح الباب بيلاقي رنا قدام الباب ومعاها هدية كبيرة وبتقول له إن دي شوكولاتة الفالنتاين بتاعتك. وجودة بيفضل يصوت ويصيح من الفرحة، وأمه بتكسر عليه البيت علشان مش عايزة صوت لأن بنتها هتصحى. وفي اليوم اللي بعده جودة وماكي بيبقوا مروحين من المدرسة، بس السنسور بتاع جودة بيشتغل وبيحس بوجود خطر وإن في حد بيراقبهم، وبيقول لماكي روح أنت البيت اسبقني الأول. وماكي بيمشي وجودة بيكتشف إن في بنت بتراقبه من أول الطريق، وبتبقى البنت دي ماسكة ورقة لكنها بتطير في النهر، وجودة بينط علشان يجيب الورقة وبتطلع إنها اعتراف بالحب لماكي. ووقتها جودة بيرجع للبنت الورقة وبيعتذر ليها علشان قرأ اللي مكتوب فيها، بس البنت بتعيط وبتطلب منه إنه يسمع قصة حياتها وإن اسمها يوكي، وبتطلع إنها بتحب ماكي من وهم صغيرين وبتكراش عليه، خصوصا إنها كانت شايفاه طول الوقت، وإن ساعتها كان ماكي عيل مثقف وكان محترم، ومرة حماها من الكرة وكانت هتخبط في وشها. ومن ساعتها وهي واقعة في حبه وبقالها 10 سنين ما شافتوش، وكل اللي هي بتعمله من ساعتها انها تراقبه وبس. وعمنا جودا بيقرر انه يساعدها في انها تستجمع شجاعتها وتعترف لماكي، ويعمل نفسه نصح وبيقدم يوكي لماكي، وبيقول له ان البنت دي طيبة قوي وانقذت حياتها قبل مدة. وماكي بيبقى عارف يوكي وعارف انها معاه في نفس الفصل، ويوكي اول ما بتدرك كده بتروح زي المدلوقة تقول لماكي انها بتحبه موت ودايبة في دباديبه من زمان، بس بتستوعب اللي قالته وبتجري من كتر الكسوف. وتاني يوم يوكي بتروح لجودا وتعرفه انها خلاص ناوية بجد تعترف بشكل لائق لماكي ومستعدة لاي رد فعل. وبالفعل بتروح لماكي وتقول له انها بتحبه وانها مش متوقعة منه انه يحبها في المقابل، بس على الاقل تعترف ليه وكمان تتعرف على شخصيته كويس. وماكي بيوافق عادي لا وكمان بيديها رقمه والامور بتحدث يا معلم. وبالليل بتوصل رسالة لماكي من يوكي وبتعزمه فيها على خروجها لحديقة الحيوان مع جودا ورينا، وماكي بيقبل العزومة وبيروح معاهم لحديقة الحيوان. وطول الخروج حرفيا يوكي بتبقى مكسوفة تبص على ماكي حتى. امال انت خارجة تعملي ايه اصلا يا استاذة برنجان انت؟ وبتفضل على الحال ده لحد ما بيعلنوا مسابقة معلومات، وهناك لازم اتنين يشاركوا في المسابقة ويمسكوا ايدين بعض. وطبعا جودا ورينا بيمسكوا ايدين بعض من غير سابق انذار. ماكي بتمسك ايد يوكي ويوكي بتموت من الصدمة، لكنها حرفيا البنت الوحيدة اللي بتجاوب على كل الاسئلة صح وبتفوز بالجائزة الكبرى وبتديها لماكي، وماكي بيفرح بيها جدا. وبتخلص الخروجة وبيقول لها سلام هشوفك بكرة في المدرسة، ويوكي بتعمل على الكلمة دي حفلة وشوية وتذبح عجل اساسا. وتاني يوم في المدرسة يوكي بتكلم ماكي وجودا بيشوفهم، بس بيشوف يوكي وهي بتعيط وبتجري وهو بيجري وراها، وبيجري وراها علشان يسألها هو في ايه، فبتعرفه ان ماكي لطيف جدا وطيب معاها، بس هي عارفة كويس انه مش بيحبها اساسا. وعلشان كده بتقرر انها تستسلم وتقول لجودا انها ندمانة اصلا انها عرفته بمشاعرها، وبتجري وبتختفي من قدامه ومحدش بيعرف طريقها لمدة يوم كامل. وجودا بيقول لماكي كل اللي هي قالتهوله، وماكي بيعمل نفسه مش مهتم وبيعيش حياته عادي، بس بعدها بيطلب من ماكي انه يقابلها وبيديها هدية قيمة بالنسبة ليها كعربون شكر، وده على كل رسائل الحب والشوكولاتات اللي كانت بتبعتها ليه طول السنين اللي فاتت، وبيعرفها انه بيحترمها جدا بس طبعا مش كحبيبة. وهي بتتفهم ده وبتقوله على الاقل نبقى اصحابه وبيكلمها عادي، وهو طبعا مش بيبقى عنده مشاكل في الموضوع ده اطلاقا. وفي اخر الاجازة رينا بتروح تشتغل في محل حلويات فرنسي مشهور والدنيا بتبقى ماشية تمام، وجودا بيبقى اكبر داعم ومشجع لها في المحل ده، وبيبقى فيه شيف وسيم فشخ اسمه سوشي وشايف نفسه متعنطز كده، وبيشوف نفسه اكتر لما البنت رينا بتبقى راشقه في المطبخ وبتتفرج عليه وهو بيعمل الحلويات الفرنسيه المشهوره، وبيفضل يتفشخر قدامها ويعمل نفسه مفيش زيه اتنين، وبيخليها تدوق اكله وهي بتفضل تمدح فيه وان ده احلى كيكه اكلته في حياتها، وبتفتكر ان الكيك ده هيخرج للبيع، بس السوشي بيعرفها انه مش هيخرج حاجه من اختراعه للبيع علشان مره اخترع كيكه وما اتباعتش بالكامل ودي اهانه ليه. لكن رينا الغلبانه بتقنعه انه يطلع كام حبايه من الكيكه دي بالذات وهي هتعرف تبيعهم، وبالفعل بتبيعهم وبتستمر على الحال ده، وبسببها سوشي بيطلع اختراعاته كلها للبيع، وبيفتكر ان رينا دي واقعه في دباديبه وبتحبه بما انه وسيم والبنات كلها هتموت عليه. وبعد ما رينا خلاص بتترستق في المحل وبتقول لجودا، وجودا بياخد ماكي من قفاها وبيروح يشتري من المحل، ورينا بتفضل طبعا تضحك وبتاخد وتدي معاهم في الكلام. والولا الشيف سوشي ده بيتغاظ وبيروح يسألها هو مين الشاب ده،
ورينا بتعرفه ان العجل اللي كان موجود من شويه ده حبيبها ولو ذكر اتكلم. وهنا سوشي بيتوفى وهو واقف من الصدمه وبيجري بره المحل وبيمسك جوده وبيقول له بكل وقاحه انت لازم تنفصل عن رينا علشان انا اولى بيها، انا الشيف حلويات ومحتاجها، اما انت عجل معفن مالكش لازمه. وجوده بيقول له انه مش هينفصل عنها، ولما ماكي بيساله عن السبب مش بيرد عليه بس بيحس انه عنده حق. وبالليل الدنيا بتمطر وجوده بيبقى مش عارف ان رينا بتخلص شغل بالليل، فبياخد شمسيه وبيجري بسرعه في المطر علشان يلحق يوصل رينا لبيتها، وده طبعا علشان ما تتبهدلش. لكن بيتفاجئ بان رينا راكبه عربيه الشيف سوشي ده وبتضحك كمان، وساعتها بيحس بخيبه امل كبيره وبيرجع بيته وهو مطين لدرجه ان ماكي بيقطع الخلف اما بيشوفه وبيبقى حزين لحد ما رينا بتبعت له رساله رومانسيه وبتقول له انها بتحبه. وهنا جوده بيطمن ان لسه مكانته في قلب رينا موجوده، بعد ما رينا بتتصل بجوده تاني يوم وبتتفق معاه على خروجه لانها توحشته جدا. وجوده بيفرح جدا وبيبقى مستني الخروجه دي بفارغ الصبر، بس كل حاجه بتتطربق فوق دماغه لما رينا بتتصل بيه وتعرفه ان الشيخ سوشي ده عنده مسابقه طبخ ومحتاج تساعده في افكاره ومش هتقدر تخرج معاه. وجوده بيزعل جدا وقتها. وبيجي يوم المسابقه ورينا بتيجي لعند بيت جوده علشان تاخد بس منه كلام تشجيع وتصبح بوشه، وبتروح بقى مع الفقري سوشي المسابقه. وسوشي هناك بيدرك اصلا انه نسى ادوات الطبخ بتاعته وبيعيط ويموت. وبسرعه رينا بتتصل بجوده وبتقول له على اللي حصل. وجوده بيجري بسرعه صاروخ ناسا على محل الحلويات يجيب ادوات الطبخ بسرعه، والاستاذ سوشي بيوديها للمسابقه وبينقذ حياته. وسوشي بيشكر جوده لكنه بيعرفه انه كده كده ناوي يعترف بمشاعره لرينا بعد ما يفوز بالمركز الاول. وبيدخل سوشي المسابقه وبيبقى مركز على رينا وجوده طول المسابقه. وجوده بالرغم من كل ده الا انه بيتمنى لسوشي التوفيق علشان هو تعب فعلا. وسوشي بيكسب المركز الاول وبيمسك رينا وبيقول لها انا بهديك الجايزه دي لانك انت اللي مهتميه بيا وانت سبب الفوز، وانا بحبك وارجوك وعديني وفكك من الديناصور اللي انت بتحبيه ده وتعالي معايا. ورينا بتتصدم من الهبل اللي سمعته ده وبتقول لسوشي انها بتحب جوده وبتموت فيه من اول يوم شافته فيها ومفيش حد هيقدر ياخد مكانه في قلبها. وسوشي بياخد الصدمه وبيتقبل الامر الواقع وخلاص بيكسب المسابقه بس بيخسر رينا. ورينا بتكمل حياتها مع جوده وبيعيشوا في تبات ونبات وبتنتهي قصتنا على كل خير. ولسه برضه الوسيم ماكي ما فكرش انه يوعد حد. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك رايق زيك كده وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما طولش عليك اكتر من كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.